نفسيته تعبانة ومش قادر يتكلم. أحمد فتوح لاعب الزمالك في مأزق، ومكالمة لبيب تهديه بقرار المعمل الجنائي قد يغير مسار القضية. إيه الحكاية؟ هل يدافع ثعلب المحاماة مرتضى منصور عن أحمد فتوح؟ ومخرج واحد يضع فتوح خارج السجن. صدق أو لا تصدق، أحمد فتوح لاعب الزمالك خلف القضبان وهيعتزل كرة القدم، وقرار من المعمل الجنائي قد يغير مسار القضية، ومكالمة لبيب تهدي أهل الضحية. ويبقى السؤال الأهم: هل فتوح مدين ولا مدان؟ وهل عينة المخدرات إيجابية ولا سلبية؟ أسئلة كتير ملهاش أي إجابات، بس في قناة المستديرة هتعرف كل حاجة. وعشان يوصلك كل جديد فعل الجرس واعمل اشتراك في القناة، واكتب لنا في الكومنتات إيه رأيك في اللي عمله فتوح. يلا بينا أحكي لك القصة من طقطق لسلام عليكم. خلينا كده نبدأ من الآخر. الكل النهارده صحي الصبح على خبر تجديد حبس أحمد فتوح 15 يوم على ذمة القضية، بعد ما كان تم حبسه 4 أيام بعد تحليل المخدرات اللي طلع العينة إيجابية. وده خلى جمهور الزمالك يسأل سؤال: هل كده خلاص مصير أحمد فتوح انتهى في كرة القدم، ولا في القضية لسه في مناقشات؟ وإيه سر زيارة لاعيبة الزمالك كلها لفتوح؟ مفاجآت كتير حصلت في خلال 48 ساعة اللي فاتوا. ويبقى السؤال: هل ممكن يطلع أحمد فتوح براءة من القضية مقابل تنازل أهل الضحية عن القضية مقابل دفع الدية؟ لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي في محاولات من نادي الزمالك لعمل صلح مع أهل المتوفي. خلينا كده نعمل فلاش باك لورا ونعرف القصة والحكاية بدأت إزاي. القصة بدأت لما جوزماز مدرب الزمالك قرر يدي كل اللعيبة أجازة، ففتوح خد محمد صبحي حارس المرمى وطلع يصيف في الساحل الشمالي. بس القدر كان ليه كلمته هنا، وهم راجعين فجأة هو سايق العربية لقى أمين شرطة معدي الطريق. فتوح عن كلامه في التحقيقات النيابة بيقول لك: حاولت أفديه بس معرفتش وأنا مظلوم. بعدها اتعمل لفتوح ومحمد صبحي تحليل مخدرات، وهنا كانت المفاجأة: صبحي عينته طلعت سلبية، إنما فتوح طلعت العينة إيجابية. فتوح قال في النهاية إن هو مش شارب أي حاجة، فقرار النيابة كان نعمل تحليل مخدرات من تاني عشان نتأكد. وبعدها تم حبسه 4 أيام على ذمة القضية، وفي انتظار تحليل المخدرات التاني لتحديد مصير فتوح: هل الحبس أم الرجوع للملاعب تاني؟ ويبقى السؤال الأهم: هل فتوح هيعتزل كرة القدم لو ثبتت العينة إنه شارب مخدرات، ولا من الممكن يدفع الدية لأهل الضحية ويطلع منها براءة؟ انت قول لنا رأيك في الكومنتات، واستنونا في حلقات تانية على قناة المستديرة.